سلام الله عليكم، وسعد الله اوقاتكم بكل الخير. كان في قديم الزمان، كان واحد الراجل عنده 10 الخبيات ديال زيت العود. كان حاطهم باش يبيعهم. في واحد النهار داك الراجل قرر يمشي للحج، وراكم عارفين الحج يامات زمان كانوا كيضربوا مسافه طويله وكيمشيو غير على الجمال. بقى الراجل كيفكر كيقول فين غنخلي هاد الخبيات ديال الزيت، خاف يمشي ويجي شي واحد يسرقهم ليه. دق على جارو قال ليه بغيت نخبي عندك هاد 10 الخبيات ديال الزيت بما رجعت من الحج. قال لي الله يا ودي مرحبا، وهبطهم وخباهم في المطمورة. ايوا يا حبابي، مشات ايام وجات ايام، رجع الراجل من الحج ضايف الناس وسالى، ومشى عند صاحبه باش يرجع الخبيات ديال الزيت ديالو. مشى دق على جارو وقال ليه جيت ناخذ الخبيات ديال الزيت ديالي اللي خبيت عندك. قال لي جارو اييه مرحبا، باقيين في بلاصتهم من النهار اللي خبيتهم. هبطوا وجابوا دوك الخبيات ورجع لدارو. دازت شي يامات، مولاش الدار بغات طيب الغدا، وقال طيب بشويه ديال زيت العود. حلو اول خابيه، لقاو بلاصه الزيت غير الماء. حلو الثانيه حتى هي ما، الثالثه حتى هي ما، 10 ديال الخابيات ديال الزيت كلهم ولاو ما. مشى الراجل عند جارو وقال ليه امنتك على الزيت ديالي رجعتي ليا بلاصتو الماء. قال لي اعوذ بالله، انا ما درت والو وما وصلتش كاع لدوك الخابيات، يمكن تبدل غير راسو. هذه هي الدنيا، ما تعرف شنو يقدر يوقع فيها. الراجل تعصب وقال خاصني ضروري ندير شي حيله باش نرجع الزيت ديالي. ولد هاد الجار باقي صغير، كان كيخرج يلعب بزاف. ايوا يا حبابي، واحد النهار جات لعندو كيلعب. داك الراجل جاب قرد، وفي ديك المده اللي جابو كان مهلي فيه وكان يوكلو ويلبسو، وكان كيلبسو نفس الحوايج اللي كيلبس داك الدري الصغير. المهم يا سيدي، الجار جا كيقلب على ولدو من بعد ما دخلو مول الزيت لدارو وخباه. قال لي واش ما بانش لك ولدي؟ قال لي اييه كاين، دخل عنده. مع دخل الجار نقز عليه داك القرد، وتصدم ملي شافو لابس نفس حوايج ولدو. قال لي فين ولدي؟ قال لي تبدل. قال لي اش كتقول؟ كاين شي ولد كيولي قرد؟ قال لي وعلاه كاين شي زيت كيولي ما. هنا الجار عرف راسو راه حصل، ورجع ليه 10 الخابيات ديال الزيت ديالو، ولا خرج عليه ولدو. وهنايا الحباب سالت حكايتي ومشات من واد لواد، وانا بقيت مع الناس الجواد.